هقول لك ازاي تعمل بورتفوليو قوي على الايباد بتاعك بطريقه سهله جدا ويكون بروفيشنال كمان. البورتفوليو هو بيتك المتنقل بالظبط، فلازم يكون شيك وشكله حلو وسهل التنقل فيه. وعلشان كده لما تيجي تعمل بورتفوليو من على الايباد لازم اول حاجه تختار البرنامج اللي هتشتغل عليه. فلو مثلا لو انت رسام او بتحب الرسم والحاجات الالستريشن، اكيد هتختار البروكرييت يكون البرنامج اللي هتشتغل عليه تعمل البورتفوليو. البروكرييت، واكيد طبعا كتير منكم عارفين البروكرييت، وهو بالشكل ده. طيب البروكرييت طبعا انت لو هتكريت البورتفوليو بتاعك من على البروكرييت فانت اكيد راجل الستريشن، فهتبدا مثلا هتيجي هنا تقول مثلا ايه، تختار مثلا لون معين كده تبدا مثلا تكتب اسمك مثلا. طبعا انا مختار الفونت، خلينا نرفعه شويه، تكتب مثلا هنا احمد مثلا، وهنا مثلا ايه تجيب هنا كده دايره. انا بقى يعني ايه كل ده يعني زي امثله يعني. حط ليك صوره هنا وهتعمل بقى انت راجل بتاع ارت بقى، انا ماليش بس في الارت قوي يعني، فرسومات مثلا بسيطه وما اعرفش ايه. دي مثلا دي الصفحه الاولى، هتكريت بقى بعد كده صفح انت وتعيش بقى. ولو انت في مجال البراندنج او التصوير او الصور او الحاجه ليها علاقه بالفوتو اديتنج، اكيد هتختار برامج من برامج ادوبي. بس خلي بالك برامج ادوبي احنا كنا قلنا في فيديو قبل كده ان هي بسبسكريبشن وغاليه وكده، وتختار البديل بتاعها وهو برامج افينيتي، سواء افينيتي فوتو او افينيتي ديزاينر. وبرامج الافينيتي طبعا اللي كتير منكم اكيد عارفها، وهي بديله الادوبي، زي طبعا برنامج الافينيتي فوتو والديزاينر. وافينيتي فوتو والديزاينر الاثنين دول انت لازم طبعا بتشتريهم، يعني انا بفضل ان انت تشتري الباكج كامله بتاعت الببلشر والديزاينر والفوتو، تبقى ارخص اصلا من انت لو اشتريت برنامج واحد. بيفتح معاك بالشكل دون. هنا طبعا بختار السيتنجز بتاعته، وبتبدا ان انت تعمل البورتفوليو من على الافينيتي ديزاينر. ولو انت بقى عايز حاجه سريعه وفي الانجاز وتنجز على طول، اكيد هتختار كانفا. وعلى فكره انا اخترت كانفا في البورتفوليو بتاعي، بيسهل عليا كتير جدا. انا مش محتاج ان انا افتح فوتوشوب مثلا عشان اعمل الثامبنيل بتاعت الفيديوز والحاجات دي. ده البورتفوليو بتاعي يعني، انا عايز برضه اشيره معاكم. والميزه كمان في كانفا ان هو بتقدر انت لو اشتركت فيه بيديك اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى محتاجها فلوس او بريميوم وكده، عشان خاطر انزلها بالكواليتي دون. ده الكانفا بصراحه للي عاوز يستسهل يعني زي كده وما عندوش خلق بقى ان هو يقعد يصمم ويعمل كده. وصدق او لا تصدق بقى ان انت تقدر تعمل البورتفوليو بتاعك كبرزنتيشن على برنامج ايه؟ الكي نوت اللي نازل اوريدي فري على الايباد وكمان على الايفون. ده خطير يا جماعه بجد، تقدر تعمل عليه اللي انت عاوزه من السمات، بيديك سمات بالعبيط تختار ما بينهم. فده برضو من البرامج اللي انا يعني برشحها كده. ولو انت اكاديمي بقى وعايز حاجه بيسك جدا، تقدر تعمله كمان على برنامج النوشن وبرنامج الجود نوتس. نوشن برنامج طبعا محترم وقوي جدا على فكره، وبرضه ممكن نعمل له فيديو شرح له مخصوص بقى نشرح فيه ايه نوشن ده وايه بيعمل ايه وكده. طيب وقبل الشغل لازم نظبط الشغل الاول، يعني لازم تحدد شغلك قبل ما تشتغل على البرنامج اللي انت نويت تشتغل عليه. يعني احط الفايلات بتاعتي اقسمها في الديسكتوب، سواء شعارات مثلا لوجوز، سواء فوتو اديتنج، سواء ويب ديزاين تصميم مواقع، او حتى البرودكت ديزاين اللي هو تصوير المنتجات. هتقسم كل ده في فولدرات لوحدها وتكون حاططها واضحه جدا قبل الشغل. طيب والخطوه اللي بعد كده هنبدا في تصميم البورتفوليو. اول حاجه هتبدا بصيغه بسيطه، يعني بلاش مثلا تعمله زي السي في اللي هو بتبقى تلاقي على الشمال كده الصوره وعلى اليمين حاجات كده ايه زي المعلومات، تحس انها جورنان يعني. لا، انت راجل المفروض بروفيشنال راجل ديزاينر مثلا، لازم تعمله واضح وسهل، وكمان اي حد يشوفه يعرف ان انت منظم. هتعمل اول صفحه هي صفحه التعريف عن نفسك، صورتك انت مين، بتشتغل ايه، بتحب ايه. وهتبدا بعد كده في سرد المشروعات بتاعتك بالتايتلز اللي احنا محددينها قبل كده. وهتبدا في كل مشروع هتقول فيه الوصف محدد له، يعني إيه اشتغلت ببرنامج ايه، خد منك وقت قد ايه كانت المشكله في التصميم، وايه كان الحل اللي انت توصلت له. التصميم بقى نفسه بتاع البورتفوليو لازم يكون الالوانات متناسقه، ولازم كمان يكون على الالاينز الخطوط، سواء التكست مثلا على خط واحد، الصور مثلا اخترتها تبقى مثلا اللي هو الراوند كورنر، اللي يبقى لازم تبقى كلها راوند كورنر. ما ينفعش صوره راوند كورنر وفي بيج تانية هتلاقي صوره اللي هو مربع عادي. وما تحطش مليون حاجه في صفحه واحده، لا، الصفحه اللي انت بتشرح فيها مشروع معين او الحاجه اللي انت بتشرحها معينه تبقى بسيطه وسهله، وتبقى عارف ان الشخص اللي بيبص على البورتفوليو او يبص على الصفحه دي حاليا انت عايز يخليه يركز على ايه اللي هو المين، وعايز يخليه ايه بعد كده، هي السكندري مثلا هيبص على ايه بعد كده. فلازم تبقى محدد له حاجات
يعني اللي هو اللي زي التايتل وبعد كده زي التكست مثلا، ان انت بقى تحفظ البورتفوليو بتاعك كصيغه PDF علشان تبقى سهل ان انت تبعته لاي مكان. وان انت تحفظ على الPDF على الايباد برضو هيديك السهوله ان انت تقدر تبعته من على الايباد على طول على الايميل او ترفعه على البيهانس. هنا البيهانس كل الناس رفع البورتفوليوهات بتاعتها طبعا بشكل يعني كرياتيف ومنظم. تقدر برضو انت ترفعه هنا او تاخد حتى من الناس اللي رافعه يعني عارضين الشغل برضو ازاي بيعرض شغله. يعني هنا مثلا جايب التمبلتس بتاعت الكمبيوتر المحمول يعني وكده، وعامل التكست هنا بخلفيه خضراء لطيفه. بيهانس برضو من البرامج يعتبر القوية جدا. وخلي بالك اهم حاجة في البورتفوليو ان هو مش ان انت اعمله مرة وخلاص وارميه، زي ما قلنا في الاول فيديو هو بيتك المتنقل لازم يكون حديث جديد بكل حاجة. الديزاين بتاعه على اخر شغل انت عملته اللي هو يعني الفاينل، تحدث فيه كل شوية. اي شغل انت عملته جديد تمسح القديم، تمسحه عادي جدا مفيش مشكلة، وتحط الجديد اللي انت شايف ان هو احسن من القديم. واكيد ده بيحصل مع كتير منكم ان هو بيعمل حاجة بعدها بسنه يعرف ان الشغل بتاعه اكيد اتحسن في الخبره بتاعت السنه دي، يمسح مفيش مشكله شغل قديم اللي هو ينسف حمامه القديم ويحط عادي الشغل اللي هو عمله جديد. دي مفيهاش اي مشكله خالص. في الاخر يا صديقي لو عجبك الفيديو اتمنى تقولوا لي برضو على تجربتكم في كرييت البورتفوليو. اللي منكم عنده مشكله في ان هو يعمل البورتفوليو بتاعه الشخصي مفيش مشكله ان هو يسالني في الكومنتس وهرد عليه اكيد في اقرب وقت. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى. سلام عليكم.